بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف قصتنا بتقول ايه. فوزي كان راجع من الشغل وتعبان جدا. أول ما دخل لقى بنته عمالة تعيط وبتصوت وبتقول: الحقني يا بابا، شوف مراتك بتعمل فيا ايه، كل يوم تضربني وتبهدلني. هو انت جايبها لي عشان تخدمني ولا تهني؟ انا بجد تعبت من طريقتها دي. والله انا ما عملت حاجة ولا جيت جنبها، بنتك اللي قليلة الادب ومش بتحترم اي حد، وانا بجد تعبت منها وعلى طول مستحملاها واقول هتبقى كويسة وبرضه اللي فيها. انا تعبت من بنتك دي ومش عارفة اتعامل معاها ازاي. ازاي يعني تعبت من بنتي؟ انا فعلا متجوزك علشان خاطرها، مش اكتر من كده. ومادام مش مستحملاها يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله، ده اللي عندي عشان تبقي عارفة. كانت رتيبة متضايقة جدا من فوزي مع انه كان كويس جدا معاها، بس كان بيصدق بنته في كل حاجة، وده كان اكبر عيب فيه. ما كانش بيصدق كلام اي حد تاني. فعلا قررت ان هي تتطلق، وهو فعلا طلق رتيبة. وبعدين قعد مع مريم بنته وابتدى الكلام وقال: بقولك ايه، انا عارف ان انت كبيرة كفاية وفاهمة كل اللي حواليكي، بس ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انا لما اتجوزت قبل كده اتجوزت عشان خاطر حد ياخد باله منك، بس انا شايفك ان انت مش متقبلة حاجة زي كده. لا، مين اللي قالك كده يا بابا؟ مين اللي قالك ان انا مش متقبله حاجه زي كده؟ بس في نفس الوقت مش عايزه حد يجي يخنقني ولا يحسسني انه بيعمل جميل معايا. يا بابا معلش، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي يا ستي، عايزه ايه؟ وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. انت عارفه ان انا ماليش غيرك في الدنيا دي كلها، ونفسي اعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس في نفس الوقت كل حاجه بالعقل وتكون على قد ما قدرتي. بصراحه يا بابا كنت عايزه موبايل، صحابي كلهم في الثانويه معاهم موبايلات الا انا. هو انا يعني مش مكتوب لي ان انا امسك موبايل حلو كده؟ معلش يا بابا هات لي موبايل عشان خاطري. انا اتكلمت معاكي كذا مره في الموضوع ده يا مريم، وقلت لك مش هينفع ان انت تمسكي الموبايلات الحديثه دي. انا بصراحه هبقى خايف عليكي جدا، انا بسمع بلاوي عن المواضيع دي. يوبا يا بابا انت ليه بتضايقني؟ فيها ايه يعني لما تجيب لي موبايل كده حديث اعرف اتواصل مع اصحابي عليه فيسبوك واتساب؟ انت ماشيني الموبايل بزراير وده مش عاجبني خالص. والله انا لو شايف ان هو هيفيدك انا ممكن ابيع اي حاجه واجيبهولك عشان افرحك، بس انا متاكد انه مش هيفيدك ابدا، بالعكس هيجيب لنا المشاكل. اسمعي كلام ابوكي، انا بخاف عليكي. عدى 10 ايام وكان فوزي بيرجع من الشغل يعمل كل حاجه في البيت حتى الاكل، مع ان مريم كانت في الثانويه وكانت كبيره وتقدر ان هي تساعد ابوها، لكن كانت متدلعه جدا، ما كانتش بتحب تعمل اي حاجه. مريم كانت مستعبطه معاها على الاخر. وفي يوم هم قاعدين بيتغدوا مريم ابتدت الكلام وقالت: بقولك ايه يا بابا، هو انت ما تعرفش اي رقم لماما؟ اصل يعني نفسي اشوفها الايام دي قوي ونفسي اتواصل معاها. تعرف عنها حاجة ولا ما تعرفش؟ لا اعرف، ابن خالتها جنبنا هنا في البلد، ممكن اروح اسأله على رقمها مادام انت نفسك يا بنتي تشوفيها، مع انها ما فكرتش ان هي تشوفك طول الفترة اللي فاتت دي. ده انا وهي بقالنا بتاع 5 سنين منفصلين، ما جاتش مرة قالت انا نفسي اشوف بنتي. انا نفسي بس اشوفها واخدها في حضني يا بابا، انت ما تعرفش الموضوع ده مؤثر عليا قد ايه. بجد هكون مبسوطة قوي لو عملت لي الطلب ده، اشوفها حتى بس لو ساعة. كان فوزي صعبان عليه بنته جدا. بعد الغدا راح فعلا لابن خالة طليته وسأله على العنوان. رد عليه وقال له: بصراحة يا فوزي مش هقدر اديك عنوانها في مصر، عشان ما ترجعش تلوم عليا وتقولي انت اديته العنوان ليه. هتصل بيها قدامك واقول لها قبل ما اديك اي حاجة. اتصل يا عم، مفيش مشكلة، وانا يعني بجري وراها حبا فيها؟ انا اصلا مش طايقة اشوفها من اللي كانت بتعمله فيا، بنتها اللي نفسها تشوفها. اتصل وشوف هتقولك ايه. فعلا اتصل عليها وبعد ما سلم عليها قال: بقولك يا منى، فوزي طليق قدامي وبيقول ان بنتك نفسها ان هي تشوفك حتى لو هتنزلك القاهرة. اديله العنوان ولا اعمل ايه؟ لا لا لا، عنوان ايه؟ انا دلوقتي متجوزة، وعلى فكرة جوزي شكاك جدا وبيغير عليا، مش هينفع ان انا اتقابل مع فوزي حتى لو جايب لي بنته. بقولك ايه، اديهولي كده. فعلا فوزي اخد التليفون وقال: هو انتي مش عايزة تشوفي بنتك؟ يعني المفروض ان هي تكون وحشتك والكلام بتاع الامهات ده، ولا انتي صح مش وما تستاهليش الكلمة دي؟ بقولك ايه يا فوزي، ما بحبش الغلط. خد رقمي من عبد العزيز ترن عليا قدامها، وانا هكلمها واقول لها ان انا مش في مصر خالص، عشان مش هينفع ان انا اشوفها الفترة دي، ولما تظبط اموري هبقى اجيلها لحد عندها. فوزي قفل السكة في وشها وكان متضايق جدا منها، وخد فعلا الرقم وقال يكلم منى قدام مريم وهي بقى تتصرف معاه عشان ما يبقاش مقصر معاها في حاجة. وفعلا روح على البيت ومريم اتصلت على مامتها وكانت بتتكلم بلهفة وقالت:
ازيك يا ماما، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. نفسي بجد اشوفك. هو انا موحشتكيش زي انتي موحشتيني ولا ايه؟ نفسي اجي اقعد معاكي وافضل معاكي في القاهره. اكيد هيبقى احسن من هنا الوضع عندك. لا لا لا، تيجي فين؟ وبعدين اصلا انا ما بقتش في مصر خالص، انا مسافره بره انا وجوزي. بقولك ايه، اسمعي كلام ابوكي وخليكي معاه، وانا ان شاء الله اول لما انزل مصر هبقى اجيلكوا على البلد اقعد معاكوا شويه. مريم قفلت وكانت متضايقه جدا من كلام مامتها. فوزي ابتدى الكلام وقال: ليه كده يا مريم؟ وانا مضايقك يا بنتي في حاجه؟ كل طاقتي وكل حياتي ليكي، وببقى عايزه اريحك لابعد الحدود، وانتي مش عاجبك اي حاجه؟ مريم ما ردتش على باباها ودخلت على الأوضة. ودي كانت شخصية مريم، كانت متمردة على كل حاجة، ما كانش عاجبها حالها خالص. كان نفسها ان هي تخرج من قيود ابوها، مع ان قيود ابوها دي كانت طبيعية لانه خايف عليها زي اي اب. عدى شهرين ونزلت اخت فوزي مصر لانها كانت مسافرة بره، بس طبعا ما نزلتش على البلد، نزلت على شقتها اللي في القاهرة، واتصلت على اخوها وعزمته كمان وهو ومريم. وفي يوم بعد ما رجع من الشغل فوزي دخل على مريم وقال: يلا يا مريم قومي عشان خاطر هجيبلك طقم حلو كده، عشان رايحين عند عمتك في القاهرة لانهم نزلوا مصر اجازة وعايزين يشوفونا. قلت بقى افرحك واجيبلك طقم حلو قبل ما نروح. ربنا يخليك ليا يا بابا وما يحرمنيش منك ابدا. خلاص انا هقوم اهو بسرعة عشان تجيبلي الطقم اللي انا عايزاه، بس يا بابا ما تفضلش تقولي لا انا هجيبلك على مزاجي. لا يا ستي، مش هقولك هجيبلك على مزاجي ولا اي حاجة، بس اهم حاجة الطقم يكون محترم. ما ينفعش تجيبي اي حاجة ملفتة عشان نكونوا متفقين من قبل ما نتحرك من البيت. فعلا فوزي ومريم نزلوا وجاب لها طقم وهي كانت مبسوطة بيه جدا. تاني يوم راحوا عند عمتها وكانت مستقبلهم احسن استقبال. اول ما دخل هنية قالت: تعالى يا فوزي، نورتيني والله. مبسوطة جدا ان انت جيت انت ومريم، كنت خايفة انك ما تجيش. انا مبسوطة قوي يا مريم ان انت جيتي. عاملة ايه يا حبيبتي واخبارك ايه؟ وعاملة ايه في المدرسة؟ اه والله الحمد لله احنا كويسين. قلت لازم اجي برضو علشان اشوفك، احنا بقالنا سنين ما شفناكيش. انتي عامله ايه واخبارك ايه وجوزك عامل ايه؟ الحمد لله والله احنا بخير ونعمه. ما احنا قلنا بقى لازم ننزل مصر كده عشان نغير جو ونشوف كل الحبايب. ايه يا مريم مالك قاعده مكسوفه كده ليه؟ تعالي يا حبيبتي لما ادخلك عند بنات عمتك تقعدي معاهم جوه، هتحبيهم قوي. فعلا مريم دخلت عند بنات عمتها وفوزي قعد مع اخته وابتدى الكلام وقال: مش ناويه بقى ان انت تفضلي بقى قاعده هنا في مصر؟ خلاص الحمد لله شكل الحال معاكي بقى احسن. يا بنتي ده والله احسن من الغربه، هتفضلوا كده طول عمركم في الغربه دي؟ والله نفسي يا فوزي ان احنا نفضل قاعدين هنا، انا مش عاجبني القعده بره مصر. نفسي افضل هنا في وسط اهلي، ولما يجي محروس من بره تبقى تتكلم معاه في الموضوع ده. فوزي قعد مع اخته كان وحشها قعدته معاه. جه محروس جوز هنيه من بره وكان فرحان قوي بفوزي واستقبله احسن استقبال. محروس وفوزي كانوا قاعدين في البلكونه ومحروس ابتدى الكلام وقال: بصراحه يا فوزي مش عاجبني حالك خالص. المفروض تشوف لك واحده كويسه وبالها طويل عشان خاطر تشوف طلباتك وطلبات بنتك وكمان تونسك. يا ابني مريم سنه ولا 2 ولا حتى 3 وهتتجوز وتبقى لوحدك. والله مش عايزه اجيب واحده تضايق مريم، انت عارف برضو ان نفسيتها مش احسن حاجه، وامها اللي المفروض تبقى احن حد عليها مش عايزه تشوفها. تخيل. فوزي قعد يحكي له على اللي حصل ما بينه وما بين طليقته وكمان على جوازته الاولانيه. ومحروس قال له: بقولك ايه، انا عندي بقى واحده بالها طويل قوي وعايزه تعيش وهتعرف تتعامل مع مريم، سناء بنت خالتي. بس بقولك ايه، احترام وادب مفيش كده. هي اتطلقت بقالها بتاع 5 سنين، هي نفس ظروفك كده، بس هي ما خلفتش لان جوزها ما كانش بيخلف. والله كانت قاعده ومستحمله بس هو اللي افترى عليها. والله لو هي كويسه وبنت حلال مفيش اي مشكله ونشوف الموضوع ده. وانت شايف عندي البيت جاهز من مجاميعه، ومادام هي بترضى بقليلها ان شاء الله هيعجبها البيت. يبقى خلاص اتفقنا ان شاء الله انا هنزل البلد، هي كمان من جنبنا في البلد، يعني مش بعيد ولا حاجه. وعلى فكره هي عارفاك، بس انت ممكن اللي تكونش متذكرها قوي يعني. ان شاء الله الموضوع يتم من غير اي مشكله، وهي اللي هتعرف تتعامل مع بنتك ان شاء الله. خدوا قعدتهم وكمان قعدوا يومين، وبعد كده فوزي استأذن عشان خاطر شغله. وهم ماشيين كانت مريم شكلها زعلان جدا، وابتدى الكلام فوزي وقال: مالك يا مريم شكلك زعلانه كده ليه؟ مع ان كانت القعده كويسه جدا ومفيش اي حاجه، وعمتك وبنات عمتك كمان كانوا بيعاملوكي احسن معامله. اه كانوا بيعاملوني احسن معامله، بس كنت حاسه ان انا قليله في وسطيهم. شوف اللبس اللي هما بيلبسوه، ولا التليفونات اللي هما ماسكينها، ولا الشاشه الكبيره اللي بيتفرجوا عليها بتاعه التلفزيون. عيشه تانية يا بابا انا معشتهاش. قولي الحمد لله احنا احسن من غيرنا. الحاجات اللي في ايدك برضو في ناس مش لاقيينها. وبعدين كل واحد لازم يبص في حياته، ما يبصش في حياة غيره عشان ما يتعبش.
وبعدين مش عمتك جايبالك هدوم وهدايا حلوة؟ ايوه بتديني صدقة بس مش حاجتي انا نفسي انزل بفلوسي واجيب الحاجات اللي انا محتاجاها، واجيب موبايل حلو واجيب شاشة حلوة، واغير البيت اصلا اللي احنا عايشين فيه ده. تغيري البيت اصلا اللي انتوا عايشين فيه؟ ليه ان شاء الله؟ ماله البيت اللي احنا عايشين فيه؟ مش عاجبك في ايه؟ الله يهديك يا بنتي، والله ما عارف اعمل لك ايه ولا راضيك ازاي. تعرف يا بابا تراضيني ازاي؟ ما نروحش على البيت وننزل نتمشى شويه؟ دي رماس بنت عمتي بتقول ان في مول هنا حلو قوي في القاهره، وكمان ادتني عنوانه، قلت اقول لك عليه قبل ما نمشي عشان نروح. فوزي عشان خاطر يراضيها فعلا خدها وقعدوا يتمشوا شويه في المول، وكمان دخلوا مطعم مع انه كان غالي جدا على فوزي، بس قال ما يزعلهاش. وفعلا دخلوا اتغدوا فيه، وهما بيتغدوا مريم بتلف براسها لقت مامتها قاعده مع جوزها، ومريم قالت الحق يا بابا، دي ماما هنا. هي معقوله نزلت مصر وما كلمتنيش؟ انا هروح اسلم عليها، دي وحشاني قوي. شفت الصدفه الحلوه، انا هروح اشوفها واسلم عليها. طب استني ما تستعجليش وتجري كده، اندهلها من بعيد، لا تكون مش هي وانت تكوني غلطانه. استني بس اندهي عليها من بعيد. وانا يعني يا بابا هبقى تايهه عن ماما؟ استنى انا هروح لها واسلم عليها، لو انت مكسوف تروح لها انا هروح وخليك انت قاعد على الترابيزه. فعلا مريم جريت على مامتها وقالت ازيك يا ماما، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. طب ما دام نزلتي مصر ما اتصلتيش على تليفوني ليه علشان اشوفك؟ احنا كنا هنا عند عمته ودي صدفه حلوه قوي ان انا شفتك. منى ساعتها قالت بارتباك، ما كانتش عارفه تتكلم قدام جوزها لانه طبعا مستغرب اللي بنتها بتقوله، ان هي اصلا مش في مصر. وبعد ما سلمت عليها قالت لها ان دي صدفه سعيده جدا وان هي مبسوطه، بس كانت بتسلم عليها بكل ارتباك ومفيش اي عاطفه خالص. راحت استأذنت ومشيت هي وجوزها، وهي راكبه العربيه جوزها ابتدى الكلام وقال ليه يعني سلمتي على بنتك كده ومعرفاها ان انتي بره مصر؟ وليه سلمتي عليها بكل ارتباك كده وحتى ببرود؟ ما كنتي وقفتي معاها شويه، ولا حتى كنت خليتيها تيجي تقعد معاكي يومين؟ البنت شكلها ان انتي وحشاها قوي. لا لا ما يغركش شكلها كده، دي عامله مشاكل لابوها كتير، وانا بصراحه مش عايزه اضر علاقتي بيك. كويس ان انا عملت كده معاها عشان ما تتعودش على البيت عندي، وده الصح. وهم راجعين في الطريق كانت مريم عماله تعيط على الطريقه اللي مامتها عملتها بيها. فوزي كان عمال يهديها بس طبعا ما كانش عارف اصل حتى هيقول لها ايه، لان طبعا كل حاجه كانت واضحه. عدى اسبوع ومحروس جه لفوزي وراحوا يتقدموا لهنيه، وابتدى الكلام. وفوزي قال بصوا انا اهم حاجه عندي بنتي، هي سلوكها مش احسن حاجه، بس انا عايزه هنيه ان هي تطول بالها عليها. وبصراحه محروس بيشكر فيها جدا وبيقول ان هي بتعرف تتعامل مع اي حد. طبعا يا ابني مفيش مشكله، هي هتعتبرها زي بنتها، وانا بنتي هاديه جدا وطويله البال وبتعرف تتعامل مع اي حد، وان شاء الله تعرف تتعامل مع بنتك وتريحكم باذن الله. هنيه اتدخلت في الكلام وقالت بس انا يا جماعه عايزه اقول حاجه، انا بصراحه نفسي ان انا اخلف. انت بقى عشان معاك بنت ممكن تمنعني من موضوع الخلفه ده، ولا الموضوع بالنسبه لك عادي؟ وايه المشكله لما نخوي مريم ونجيب صبيان وبنات؟ لا طبعا ما عنديش اي مشكله خالص. تمام كده اتفقنا على كل حاجه، ولا في حاجه تانية عايزين تقولوها؟ انا شايف ان مش لازم يعني تطولوا في موضوع الجواز، يعني انا شايف ان كل حاجه جاهزه عند محروس ومفيش حاجه ناقصه. كانت هنيه مبسوطه جدا لانها عارفه ان فوزي طيب قوي، وابتدت بقى ان هي تعيش مع مريم، بس مريم كانت طريقتها واسلوبها مش حلو خالص. وفي يوم كانت مريم قاعده قدام الشباك، هنيه ابتدت تتكلم وقالت في ايه يا مريم، هتفضلي قاعده كده قدام الشباك؟ مش المفروض يا بنتي تخشي تذاكري؟ الامتحانات بكره يعني مفيش وقت خالص. هو انت يعني هتعملي عليا الموعظه الحسنه؟ بقولك ايه، انا لو عايزه اذاكر هذاكر، مش عايزه حد يفضل يقول لي كلمتين، انا مش ناقصه اصلا ومش عايزه وجع دماغ. ده كان اسلوب مريم مع هنيه، بس هنيه ردت بكل هدوء وقالت لا يا حبيبتي والله انا خايفه عليكي، مش عايزه اعمل عليكي وعظه ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي. على فكره انا بعرف اقرا، يعني انت ممكن تحفظي وانا اسمعلك وتعالي نذاكر مع بعض، ايه المشكله يعني؟ مريم قعدت تتكلم بصوت عالي جدا، وفوزي دخل وهي بتتكلم بالطريقه دي، راح ضربها بالقلم وقال ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش المفروض تحترمي نفسك وانت بتتكلمي مع هنيه؟ على فكره هي مش جايه شغاله عندك هنا، دي مرات ابوكي ولازم تتعلمي الادب معاها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اهدى بس يا فوزي وكل حاجه هتبقى كويسه. وانت يا بنتي الله يهديكي خشي يلا اوضتك واقعدي ذاكري، وانا هجيب لك الاكل والشرب لحد عندك. انت بتضربني عشان خاطرها؟ انا بقى مش هقعد لك في البيت ده، حتى لو هنام في الشارع خليها تنفعك. كان فوزي لسه هيمسكها من ايديها، راحت زقته وجريت في الشارع، راح جايبها بالعافيه ودخلها البيت وقال وانت فاكره ان انا بتعامل معاكي بطيبه عشان خاطر خايف منك؟ طب انا بقى هخلي هنيه هي اللي توديكي وتجيبك من الامتحان،
وما انتش خارجه لوحدك. وفعلا فوزي عمل كده، وهنيه اللي كانت بتوديها الامتحانات وبتجيبها. كانت مريم متضايقه جدا، بس كانت مستنيه الامتحانات لحد لما تخلص. وفي يوم هنيه قامت تعبانه جدا، وكان فوزي قلقان عليها وصمم ان هي تروح تكشف، وطلعت ان هي حامل. كانوا راجعين مبسوطين جدا من بره، بس فوزي اتفاجئ ان مريم مش في البيت. كان هيتجنن وقعد يدور عليها كتير، بس للاسف لما رجع البيت هنيه قالت: ايه يا فوزي، برضو ما لقيتش البنت في اي حته، ولا حتى عند عمتها ولا عند اي حد؟ بقول لك ايه، ما تتصل كده بامها، ممكن تكون اتصلت بيها ولا راحت لها ولا اي حاجه. والله عندك حق، ده انا نسيت خالص ان انا اتصل بمامتها، يمكن تكون راحت لها ولا حاجه. انا دخلت شفت في الدولاب لقيت الفلوس ناقصه 2000 جنيه، يعني بنتي طفشت وكمان سرقتني. كانت مريم ماشيه في الشوارع وكان معاها ال2000 جنيه اللي هي سرقتهم من ابوها، وراحت مريم جابت مناديل وقعدت تبيعها في الشوارع. كان بيجيلها منها فلوس كتير جدا، وكانت بتاخد الفلوس دي وتروح تجيب كل اللي نفسها فيه. وفي يوم قابلت واحد اسمه محمود وكانت قاعده معاه، وقال لها: بقولك يا مريم، انا عايز اعرف حكايتك ايه، ليه قاعده في الشارع كده، وليه ابوكي سايبك والكلام ده كله؟ انا اصلا بابا ميت مش معايا، وماما راحت اتجوزت واحد تاني ورمتني، وانا قررت اشتغل واعتمد على نفسي. معقوله؟ طب ومامتك رمتك ليه؟ مش المفروض عندها بنت زيك تحافظ عليها؟ يعني كان اهم حاجه عندها جوزها وخلاص، وهي مش بتيجي في دماغي اصلا. اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا اعمل فلوس كتير قوي واجيب كل اللي اتحرمت منه. بس انتي مش هتعملي فلوس كتير من ان انتي تبيعي مناديل بس، لازم مع المناديل دي تشحتي وتصعبي على الناس. صح، انت عندك حق، انا فعلا هعمل زي انت ما بتقولي كده. لازم الناس تديني فلوس، الناس كلها معاها فلوس وانا لا، يعني هم احسن مني بكتير. انت برضو اختاري الناس اللي تشحتي منهم، ما تشحتيش كده من اي حد وخلاص عشان يدوكي مبلغ كويس. انت عارفه ممكن تلميلك في اليوم مبلغ كويس قوي وتعملي كل اللي نفسك فيه. فعلا عندك حق، انا هعمل اللي انت بتقولي عليه ده. بس تفتكري يا محمود هلملي كام في اليوم كده؟ ده رزق بقى وعلى حسب شطارتك. قومي يلا شوفي شغلك وبعدين نبقى نقعد نتكلم. فعلا مريم قامت تشوف شغلها وقررت ان هي تعمل زي ما محمود بيقول لها، مش ان هي تبيع مناديل بس، لا ان هي كمان تتسول. وقفت واحده بعربيتها وقالت لها: خدي مني مناديل يا هانم، والله ما معيش فلوس والدنيا معايا وحشه قوي، ارجوك خدي مني مناديل. خلاص يا حبيبتي انا مش عايزه مناديل. وراحت مطلعه 20 جنيه وراحت اديتهم لها. اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده؟ يعني واحده ست طول بعرض تطلع 20 جنيه وتديها لي؟ هو ده اللي هان عليكي؟ الست بصت لها واستغربت كده وقالت لها: هي مش عاجباكي ال20 جنيه ولا ايه؟ وبعدين انت المفروض تقولي شكرا وتاخديهم وتسكتي. انا لو اديتك حتى 5 جنيه تقولي شكرا وتسكتي، ولا على رأي المثل شحات وبيتأمر؟ انا شحاتة؟ صدقي انت اللي شحاتة. انا غلطان ان انا وقفتك واخدت منك حاجة. يلا بقى يا ست امشي من هنا. صدقي انت مش محترمة وخسارة فيكي الصدقة، حتى عشان انت قلت الادب ومتربتيش. بقولك ايه، امشي من هنا يلا. ست راكبة عربية وفي الاخر بتدينا 20 جنيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخ. وراحت دعت عليها، وبعدين بقى كل حد يديها فلوس قليلة بقت تقوله كده: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يلا منك لله. ومش بتدعيلهم حتى، وتوقف الناس تاخد منهم فلوس غصب عنهم. في آخر اليوم قعدت مع محمود وقال لها: ايه عملتي ايه؟ عملتي اللي قلتلك عليه؟ يا عم الناس بتديني 5 10 20، ايه ده؟ مفيش 100 حتى ولا 50؟ يا عم انا موافقة، مش رايحين يدوني 10 ولا 20 جنيه؟ ومين بيدي الشحات اكتر من كده؟ ما هو يا بنتي 10 من هنا على 5 من هنا على 20 من هنا بتجمعي مبلغ. وريني كده جمعتي كام النهارده. مريم راحت مطلعه الفلوس اللي معاها وقالت له: ادينا اهو جمعت بتاع 500 جنيه، بس انا قلت هجمع لي بتاع 1000 ولا 2000 جنيه في اليوم. يا ست انت لسه في البدايه، النهارده 500 بكره 1000 على حسب يعني. المهم انا المفروض ليا فيهم نسبه. نسبة ايه يا حبيبي؟ لا يا بابا مالكش فيهم حاجه، هو انت اللي كنت تعبت وشقيت عليهم؟ انا اللي تعبت وشقيت بيهم وبقيت بجري ورا العربيات، عايزني انا اديلك نسبه؟ ليه ان شاء الله؟ عشان خاطر انا اللي قايلك على الفكره. كان زمانك قاعده على الرصيف بتبيع كيسين في مناديل، واحد يديكي جنيه واللي يتعطف عليكي يديكي 5 جنيه. انا اللي قلتلك تجري وسط الاشارات وتطلبي من ده وتطلبي من ده، يبقى انا صاحب الفكره والمفروض كل يوم تديني نسبه من الفلوس دي. لا يا حبيبي، ابقى انزل انت وسط الاشارات وخدهم، لكن انا مش هديك حاجه من شقايا وتعبي. انت فاكرني عبيطه ولا مختومه على قفايا؟ دي فلوسي ومش هديك منها حاجه، واللي عندك اعمله. يعني انا اديك الفكره وتاخدي منها فلوس قد كده كل يوم وما تقولش حاجه منك، وما نقولش من الحب جانب، على اساس يعني ان الفكره دي كانت غايبه عن بالي؟ ما انا قاعده في الشارع وشايفه العيال وهم طول النهار بيجروا في وسط الاشارات،
واكيد كنت هعمل زيهم بدل ما انا قاعده وباخد الجنيه وال2 جنيه عشان يجيلي فلوس اكتر من كده. ما جبتش يعني التايهه. بقولك ايه، فكك مني واطلع من دماغي وسيبني في حالي. مش هديك جنيه، وزي ما قلت لك اللي عندك اعمله. يا ساتر عليكي، ده انت جشعه. ما حدش يطلع منك بجنيه حتى. ده انت فظيعه. روحي يا ست في حالك وانا مش عايز منك حاجه. عدت الايام وكانت مريم بتاخد من ده وتاخد من ده، ولو ما كانش حد بيديها جنيه كانت تفضل تدعي عليه من هنا لبكره لحد لما يديها. وفي يوم مامتها كانت ماشيه بالعربيه وكانت نازله البلد وشافتها في الاشاره بتشحت. راحت وقفت قدامها وقالت لها: ايه اللي انت عاملاه ده يا مريم؟ هو ابوكي نزلك تشحتي ليه؟ هو مش معاه انه يصرف عليكي؟ وانت مالك بتتدخلي ليه؟ هو انت اصلا لسه بتسالي فيا؟ ما انت سبتيني ورحتي عشتي مع جوزك الغني وما هنش عليكي حتى تاخديني معاكي. اخدك معايا فين يا بنتي؟ ما هو اكيد يعني مش هيرضى ان هو يصرف عليكي. وبعدين ما هو ابوكي اولى بيكي، هو اللي المفروض يصرف عليكي. والله ما كان بيصرف عليا مصاريف كويسه. وبعدين انا كنت عايزه اروح معاكي انت اللي مرضتيش. بتساليني ليه بقى دلوقتي بتعملي ايه وما بتعمليش ايه؟ انا قلت بقى انزل كده اشوف نفسي واشوف حياتي واجيب كل اللي نفسي فيه. من الشحاته؟ هتنزلي تشوفي نفسك من الشحاته يا مريم؟ بقولك ايه، انت مالك من الشحاته ولا مش من الشحاته؟ مش سبتيني ورميتيني وسبتيني لابويا ورحت شفتي نفسك؟ خلاص انا كمان عايزه اشوف نفسي. طب يلا اركبي معايا العربيه وتعالي اوديكي عند ابوكي. بقولك ايه، مش هروح في حته. وراحت سابتها وجريت. ام مريم فضلت تجري وراها بس ملحقتهاش، وبعدين ركبت عربيتها وراحت لفوزي وخبطت جامد على الباب. هنيه فتحت لها: انتي مين وبتخبطي على الباب كده ليه؟ بقولك ايه، ناديلي فوزي بسرعه. هو انت اللي سايب بنته تنزل تشحت علشانها؟ انتي بتقولي ايه؟ حضرتك بتتكلمي على ايه اصلا؟ انا مش عارفه انتي مين، داخله علينا كده ليه؟ فوزي طلع على صوتها وقال لها: ايه اللي جابك هنا وجاي عماله تزعقي كده ليه؟ ينفع يعني يا فوزي تخلي البت تنزل تشحت؟ لما مش معاك ان انت تصرف عليها كنت تقولي، بس ما تخلاش في الشارع تنزل تشحت وتفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. مريم انت لقيتيها فين؟ شفتيها فين؟ عثرتي عليها ازاي؟ بقالي اكتر من 10 ايام عماله ادور عليها مش لاقيها. ايه 10 ايام مش لاقيها؟ معقوله؟ انا شفتها واقفه في الاشاره بتشحت وبتبيع مناديل. بتشحت وبتبيع مناديل في الاشاره؟ ليه يا بنتي تعملي كده بس؟ هو انت فاكراني ان انا نزلت بنتي تشحت عشان خاطر ايه؟ انا مش عارف اصرف عليها؟ لو انا اللي هشحت وانا اللي هبيع كبدي عليها بس ما نزلش بنتي، ايه اللي انت جايه تقوليه لنا ده؟ انا اول ما شفتها دمي فار وفضلت اجري وراها بس البنت سابتني وجريت وما عرفتش ان انا امسكها. طب تعالي بسرعه قولي لي شفتيها فين؟ اكيد هتيجي هناك تاني او اكيد حد هناك عارفها. طب يلا بينا بسرعه. راح فوزي لبس بسرعه ونزل هو وام مريم ووصلوا هناك. قالت له: كانت في الاشاره دي، كانت واقفه هنا، بس صدق انا مش شايفاها خالص. انا خايف تكون عشان انتي عرفتي مكانها وراحت اي حته تانية، بس اكيد الناس هنا عارفينها بدل هي موجوده هنا بقالها 10 ايام. يا ترى كانت بتقعد فين وبتبات فين؟ ليه كده يا مريم؟ ليه عملتي فيا كده؟ معلش يا فوزي ان انا اتهمتك الاتهام ده، بس اول ما شفتها جن جنوني وبجد ما بقتش عارفه اقول ايه، وخصوصا لما جريت مني. احنا السبب للي حصل لمريم ده. انا كنت دايما سايبها لوحدها، طبعا ما كانش في حد بيبقى مراقب عليها، وانت اتجوزتي وسبتيها وبصيتي لنفسك. بس في الاخر طلعت بنت حاقده تحقد على كل اللي حواليها. لو شافت اي حد سعيد بنسبه 1% برضه بتحقد عليه، مع ان انا والله ما كنت حارمها من حاجه، كنت بجيب لها كل حاجه على قد ما اقدر. مش وقت الكلام ده يا فوزي، الكلام ده ولا هيقدم ولا هيأخر. خلاص اللي حصل حصل. البنت دي لازم تروح لدكتور وتعمل لها تعديل سلوك وتصحح من نفسها على اللي هي عملته ده. فعلا عندك حق، بس الاقيها بس واعطر عليها، ولازم تكوني انتي معايا في كل خطوه. بنتنا كده هتضيع مننا. مش بقولك ان احنا نرجع لبعض، خلاص انا اتجوزت وشفت حياتي مع واحده كويسه، وانتي خلاص اتجوزتي وشفت حياتك، فمش لازم ان احنا نبقى سوا، بس على الاقل نبقى معاها. فعلا عندك حق، خلاص انا هعمل كده ومش هسيبها ابدا. مش لازم نضيع بنتنا خالص من ايدينا. وهم واقفين شافوا محمود وراحوا سألوه على مريم. فوزي قال: بقولك ايه، كان في واحدة هنا بتبيع مناديل وبتقف هنا بقالها بتاع 10 ايام كده، ما شفتهاش؟ اه يا باشا، دي مريم. عايز منها ايه؟ لو عايز منها حاجة انا ممكن اكلمها لك، اصلها شغالة تحت ايدي. ايه شغالة تحت ايدك دي؟ يعني ايه شغالة تحت ايدك؟ عايز افهم. بقولك شغلها تحت ايدي. بص، هي اول لما جت كانت بتبيع مناديل بس انا اللي خليتها تشحت. بس بنت ايه، بتموت على الجنيه كده. بس يلا مش مهم. فانت لو عايزها في اي شغلانه عادي انا ممكن العب لها في دماغها وتوافق.
اصل البت دي بتموت على الفلوس، اي حاجة فيها فلوس هتجري وراها. فوزي بص لأم مريم وراح باصص لمحمود وقال له بقولك ايه، هاتهالي بس وانا هديك اللي انت عايزه. يا عم لو عايزة دلوقتي اجيبها لك، اهي مرمية قاعدة ورا العمارة اللي هناك دي، اصلها شافت امها ومش عايزة حد يعطر عليها، فقالت تستخبى ورا العمارة دي لحد لما الدنيا تهدى، بس اول لما تعرف ان الدنيا فيها فلوس هتقوم تجري. تعالى يا باشا، تعالى يا مدام، تعالى هوديكوا لحد عندها، بس بقولكم ايه، انا ليا الحلاوة ماليش فيه لو اقفلكوا الدنيا كلها. يا عم ودينا بس وما تقلقش، هنشوفك واللي انت عايزه هديهولك، بس وديني ليها. بصراحة انا مش عارف انت ليه مصمم مع ان البت ديت، بس ماشي، انا مالي، اهم حاجة ان انت هتراضيني، تعالى ورايا. وفعلا راحت ام مريم وفوزي ورا محمود، ومريم اول لما شافتهم اتخضت، كانت هتجري، راح محمود ماسكها ولا فيها يا بنت مالك هتجري ليه؟ الباشا والهانم عايزينك في شغلانة حلوة هتجيب لك فلوس حلوة، مش بتحب الفلوس؟ يا محمود اوعى سيبني، انت مش فاهم حاجة. فوزي راح ماسكها وقال لها تجري وتروحي فين يا مريم؟ كده يا مريم تسيبيني وتمشي عشان تتمرمطي في الشوارع، وانا اللي كنت معززك ومقعدك في البيت؟ معززني ايه؟ انت كل حاجة كنت بقولك عليها كنت بتقولي لا، عايزة موبايل كبير بتقولي لا، عايزة ابقى زي بنات عمتي والبس واعمل تقولي لا، على قد الحافك مد رجليك. لحاف ايه اللي انا مد رجلي فيه؟ هو اصلا كان في الحاف؟ قلت اخرج بقى من تحت ايدك واجيب كل نفسي فيه واخلص من كل ده. انا يا مريم كنت باخدك وبخرجك، ولو اخر جنيه في جيبي كنت بديهولك، وما كانش في دماغي، كنت بعملك كل اللي انت عايزاه وبس. انت اللي كنت عايزة تعيشي عيشة مش بتاعتنا، ومرمطتك في الشوارع وجريك هنا وهنا هو ده اللي هيخليكي تبقي حاجة؟ هو ده اللي هيخليكي بتاع شوارع؟ والله انا قلت بدل ما انت مش عارف تشوف طلباتي اروح اشوفها انا واعملها انا واجيب كل اللي نفسي فيه. بص يا بابا انا معايا فلوس قد ايه، بص معايا فلوس كتيرة قوي، ولسه هجيب فلوس اكتر، وهجيب كل اللي انا عايزاه، ومش هيبقى في حد احسن مني. بقى معاكي فلوس كتير من الشحاتة، بتمدي ايدك في جيب غيرك، في جيب ده وجيب ده عشان تاخدي. شوفي بقى الباشا كان فاكرني ايه، ان احنا عايزينك في ايه، وكان هيسلمك لينا تسليم اهالي. هي دي العيشة يا مريم اللي انت كنت عايزة تعيشيها؟ عايزة تعيشي في الشارع؟ على فكرة دي كانت هتبقى فترة مؤقتة لحد لما اعمل فلوس كويسة، وبعد كده هشوف نفسي. مش وقته الكلام ده يا فوزي، يلا يا مريم قدامنا عشان نروح على البيت ونشوف هنعمل ايه. وانتي رحتي افتكرتيني دلوقتي؟ ما انا لما اتصلت بيكي وقلتلك ان انتي وحشاني وعايزاكي قلتلي لا انا مسافرة، وانتي ولا كنتي مسافرة ولا حاجة. لما رحت سلمت عليكي كلمتيني في منتهى القسوة، افتكرتي ان انتي ليكي بنت دلوقتي؟ يا بنتي انا معترفة ان انا غلطانة، بس على الاقل خالص كان ابوكي محتويكي، كان معاكي وبيعملك كل حاجة، ان شاء الله حتى كان اكتر من مقدرته، بس انتي اللي ما كانش عاجبك حاجة. انتي كنت عايزة تبقي حد غيرك، مش عايزة تعيشي عيشتك. المهم يا مريم دلوقتي يلا بينا على البيت وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. فعلا خدوا مريم بالعافية وما كانتش عايزة تروح معاهم خالص. لما روحوا فوزي قرر ان يقعد يتكلم معاها هي وامها، وفوزي قال لها يا بنتي انا يمكن اتأخرت عليكي، ممكن لما كنا بنتخانق مع بعض وبتصرخي عليا كنت بسمع صوت التمرد مش صوت الوجع اللي انت كنت فيه، يمكن لما كنت بتغضبي كنت بحس ان ده قلة ادب مش كتر الألم، يمكن لما مشيتي انا افتكرتك ان انت بتعنديني، بس الحقيقة ان انا اللي كنت غايب عن اللي بيحصل جواكي، عن المقارنات اللي بتحرقك، عن نظراتك لنفسك، عن احساسك انك مش كفاية. بس دلوقتي انا موجود، مش علشان ألومك ولا علشان أحاسبك، لكن عشان أسمعك وطبطب على اللي جواكي ونتعلم سوا نعيش من جديد. أنا مش بس أبوكي، أنا حضنك وقت العالم كله ما يقفل في وشك. أنا كنت بصرخ بجد، كنت كل يوم بنام ودماغي بتوجعني من كتر الأسئلة. هو أنا فعلا وحشة؟ هو أنا تقيلة عليكم؟ وأنا مش كفاية؟ كل مرة كنت بستناك تقولي كلمة تطمني، بس كنت بلاقي سكوت أو عتاب أو جملة بتكسرني. أنا مش بكرهك يا بابا، أنا كنت بكره إحساسي وأنا جنبك، إني متراقبة ومحكوم عليا، مش مفهومة. بس دلوقتي أول مرة أحس إنك شايفني، مش بتبص عليا، لأ شايفني بوجعي وبغلطي وبخوفي. بس عايزة أحاول إن أنا أبقى أحسن. يا ريت تسامحني يا بابا على اللي أنا عملته، أنا عارفة إني غلطت في حقك وفي حق نفسي، وعايزاك أرجوك يا بابا تسامحني. وأنا يا بنتي برضو عايزاكي تسامحيني، أنا كنت غلطانة، كنت فاكرة ان قرب منك ممكن يضيع حياتي، بصيت لنفسي بس وما بصيت لكيش، وان انت ضحية ام ما كانش همها اي حاجة غير نفسها وبس.
أنا كان لازم أبقى معاكي حتى لو أنا وأبوكي مش متفقين مع بعض. انتي ما كانش ليكي أي ذنب إن انتي تتحطي في الحتة دي. عمري ما هسيبك تاني وهفضل جنبك وهتفضلي في وسطينا، وكل واحد غلط لازم يعترف بغلطه. فعلا مريم رجعت تاني لحضن أبوها وأمها، ودوها لدكتور تعديل سلوك وشغلوها بحاجات كتيرة قوي عشان خاطر تحسن من نفسها. كان بسبب اللي مريم فيه ده علاقة أبوها وأمها مع بعض. احنا جماعة اللي بنخلق في ولادنا ان هم يكونوا متساويين نفسيا او مرضى نفسيين. تربيتنا ليهم هي اللي بتأثر فيهم، وللأسف انفصال الأب والأم خصوصا لو في بينهم مشاكل جامدة بيخلق نفسية مريضة في الطفل. الأب والأم بيفضلوا في صراعات ومش بيبصوا لأي حد غير لنفسهم، مش مهم عندهم عيالهم اللي هم جابوهم في الرجلين دول. ممكن ننفصل بس بكل هدوء، ونبقى برضو جنب عيالنا وما نسيبهمش. بالنسبة للأب عيالك منك، حتة منك، مش تطلق أمهم وكمان تطلق عيالك معاهم. وبالنسبة للأم عيالك حتة منك. الأم هي احتواء، الأم هي مدرسة، إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. لازم يكون في تفاهم بين الأم والأب حتى لو منفصلين، عشان يطلعوا الأولاد حتى متساويين نفسيا ومتزنين. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في حكاية جديدة، وأتمنى منكم لو وصلتوا معايا لنهاية القصة ياريت ما تنسوش تحطوا لايك للقصة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل علشان يوصلكم كل جديد. أشكركم جدا وأشوفكم في حكاية جديدة، والسلام عليكم.